بنات كتير بتدخل الجلسة وتقولي: دكتورة، أنا بحس بالذنب بمجرد إن أنا أفكر إني هزعل من ماما، أو أنا عمري ما حسيت بحنانها بس برضو مش قادرة أكرهها. النهاردة الحلقة دي ليكي، لكل بنت اتربت على صوت بيقولها: أنا تعبت عشانك، بس عمرها ما سمعت أنا فخورة بيكي. النهاردة هنفهم مين الأم النرجسية وليه وجعها عميق قوي بالشكل ده، والأهم إزاي نحمي نفسنا ونتعافى ونعيش بسلام حتى وهي زي ما هي. خلينا نبدأ من البداية. الأم النرجسية مش أم شريرة بالفطرة، هي غالبا إنسانة مجروحة ما خدتش حب فكبرت بتحاول تعوضه بس بطريقة للأسف مؤذية. الأم النرجسية مش بتشوف بنتها كإنسانة، بتشوفها كمراية ليها، بتستمد منها الإعجاب، بترفع قيمتها من خلالها، وبتثبت من خلالها إن هي أم مثالية. كان في بنوتة دايما كانت بتسمع من أمها: أنا اللي عملت منك إنسانة محترمة. بس أول ما تغلط تسمع منها: ياه، انتي دايما فاشلة زي أبوكي كده. كبرت البنت دي مش عارفة هي كويسة ولا وحشة. قالت لي في الجلسة: أنا بتخنق لما ماما بتبدأ تمدحني، بحس إنها عايزة تتملك مني مش إن هي بتحبني. يلا بينا نعمل تمرين مع بعض. عايزاكي تجيبي ورقة وقلم وتكتبي 3 جمل بتسمعيهم دايما من مامتك، واكتبي جنبها الشعور اللي بيطلع جواكي. يا ترى هو ذنب ولا خوف ولا غضب؟ حقيقي التمرين ده هيكشفلك الزرار اللي ماما بتضغط عليه من غير ما تحسي. يا ترى ايه العقد النفسية اللي بتتزرع من الطفولة بسبب الأم النرجسية؟ البنت اللي أمها نرجسية بتتولد في بيت كله مقارنات، تحكم، حرمان عاطفي، شعور بالذنب، فبتنشأ جواها 3 برامج خطيرة. أول برنامج الخضوع: مش مهم أنا عايزة إيه، مش مهم، المهم ماما تكون مبسوطة. تاني برنامج الشعور بالذنب: لو زعلت ماما يبقى أنا كده إنسانة وحشة. تالت برنامج الخوف من الرفض: لو قلت لأ محدش هيحبني. شابة جميلة وناجحة في شغلها، بس كل ما تيجي فرصة أحسن مامتها تقول لها: لأ، انتي مش قد كده، مش هيقبلوكي. فواحدة واحدة بدأ يتربى جواها فكرة إن هي مش كفاية، وإن أي نجاح هيحصل لأ، هو ما تستهلوش، ويخليني في مكاني أحسن عشان ده هو الأأمن. تعالي دلوقتي نعمل تمرين لزيادة الوعي مع بعض. هنجيب ورقة وقلم ونكتب فيها انتي كنتي بتعملي ايه علشان ماما ترضى عنك وانتي صغيرة، واكتبي جنب كل تصرف: هل انا لسه لحد دلوقتي بعمل ده النهاردة؟ هل بعمله مع ماما ولا بقيت بعمله مع ناس تانية كتير؟ التمرين ده حقيقي بيفسر قد ايه ان السيطرة بتاعة الام النرجسية ممكن بقى تمتد لعلاقتنا التانية، مش بس معاها هي. ازاي احط حدود للام النرجسية من غير ما تحصل مشاكل ولا خناقات؟ اهم درس في التعامل مع الام النرجسية انك تعرفي تحطي حدود من غير ما تحاولي تغيريها. مفيش فايدة من الجدال، لان النرجسي دايما بيقلب الترابيزة. حقيقي لما هتحط لها حدود ده مش معناه ان انت كده قاسية او مش بره بيها، لا، ده حماية لسلامك النفسي. يعني على سبيل المثال، ولنفرض كده ان حوار ما بين الام وبنتها، فالام بتقول: انت نسيتي مين اللي رباكي؟ ساعتها البنت هترد وتقول: اكيد يا ماما، انا مقدرة تعبك جدا، بس حقيقي دلوقتي انا محتاجة اختار اللي يناسبني. الرد ده بسيط ومحترم، وبيقول في نفس الوقت في خط فاصل ما بيننا، في حدود انا لازم احطها. امثلة تانية: لو انا بتعرض للنقد المستمر من مامتي، فانا كنت دايما متعودة ان رد فعلي ان انا اسكت واتضايق وخلاص. حقيقي محتاجة انك تغيري رد الفعل ده بواحد تاني افضل، انك مثلا تردي عليها وتقولي لها: حقيقي انا مش مرتاحة اتكلم في النقطة دي دلوقتي.
ولو بتتعرضي لمقارنة وكنتي مع المقارنة كنتي بتدافعي عن نفسك، وقفي الدفاع عن نفسك خالص وتردي الرد اللي هو هتقولي فيه حقيقي كل واحد فينا له طريقة في الحياة، مش لازم نبقى شبه بعض. كرري الردود دي يوميا بصوت عالي كأنك بتدربي عضلة الثقة عندك، عشان لو اتحطيتي في الموقف ده تعرفي تردي عليه كويس. هنيجي لخطوة مهمة قوي اللي هي خطوة التعلق بالأم. خطوة التعلق بالأم مش معناها ان احنا نبطل نحبها، لأ، التعلق بان هي تتغير او تغير طريقتها واسلوبها. المرحلة دي من اصعب المراحل، لان جواكي لسه في طفلة صغيرة مستنية حضن ماما، بس ماما دي مش قادرة تديهولك ولا هتقدر. فالشفاء الحقيقي بيبدأ لما توقفي انتظار الموضوع ده. حاولي تقولي معايا دلوقتي من جواكي: يا ماما، انا شايفة ألمك ووجعك وانتي صغيرة، بس انا مش مسؤولة اشيله عنك. انا برجعلك وجعك وبسترجع نفسي. اعملي كل يوم لمدة 3 أسابيع، ومع كل مرة هتحسي ان طاقتك بترجعلك تاني. كمان في توكيد انا ممكن اكرره كل يوم علشان اقلل الانتظار ان ماما تتغير او تبقى شخصية مختلفة. يا رب، انا بفك ارتباطي من اي حب مشروط، وبختار دلوقتي حب ناضج غير مشروط بيبدأ مني انا اللي هبدأ احب نفسي حب غير مشروط. يا ريت تكتبي الجملة دي في ورقة وتحطيها جنب السرير علشان تقريها كل يوم قبل ما تنامي. بعد ما بتفكي الارتباط بيجي سؤال كبير: أنا مين؟ لأن البنت اللي اتربت مع أم نرجسية عمرها ما كانت نفسها، كانت دايما بتمثل الدور اللي مامتها محتاجاه. ففي خطوات محتاجة تمشي فيها عشان تسترجعي هويتك. أول حاجة، قللي التواصل علشان خاطر التواصل يكون آمن. ما تقطعيش التواصل تماما مع مامتك، بس قللي جرعة التواصل. حاولي تعملي لنفسك دايرة دعم حقيقية، يكون ليكي صديقة مقربة، يكون ليكي معالج، تكوني في جروب ثيرابي، المهم ان انتي ما تبقيش لوحدك. وجيبي دفتر واكتبي فيه كل يوم كلام حلو عن نفسك، يعني حاجات بتحبيها في نفسك، قرار أخدتيه بنفسك، لحظة صغيرة اخترت فيها نفسك. كل ده مهم جدا عشان تستعيدي نفسك وثقتك فيها. في النهاية، التعافي من الأم النرجسية مش كراهية ليها، هو تقبل إنك انتي تستحقي حياة فيها أمان، حتى لو مامتك عمرها ما فهمت ده. اختاري نفسك واسمحي للوجع إنه يعلمك مش يعاقبك، لأنك لما هتشفي نفسك بنفسك هتقطعي سلسلة وجع كانت ماشية أجيال من أم الأم الأم، وهتبدأي فصل جديد عنوانه أنا حرة ومتصالحة مع نفسي.